اليوم هو ثلاثاء 29 نوفمبر 2022. نحن على أرصفة ميناء طبرق التجاري وبحضور عميد بلدية طبرق السيد فرج بالخطبية. كتيبة طارق بن زياد تلقي القبض على قارب مهاجرين مصريين به حوالي 500 مهاجر بينهم سوريين وعائلات وأطفال. كانوا في طبعا ألقي القبض عليهم قبالة منطقة كمبوت، شواطئ كمبوت التي تبعد عن مدينة طبرق شرقا بحوالي 60 كيلومتر. إذا هذوم نشوف فيهم هؤلاء يعني حوالي 500 مهاجر مصري وبينهم سوريين وعائلات وأطفال. تم ضبطهم شرق مدينة طبرق في متجهين إلى أوروبا. بث حصري ومباشر لوكالة أخبار 24 بحضور عميد بلدية طبرق السيد فرج بالخطبية. إذا هؤلاء تم إنقاذهم، كانوا في متجهين إلى أوروبا. شوفوا القارب متهالك جدا، يعني ربما هالقارب يصل بهم أو لا يصل إلى أوروبا. أحلام هؤلاء المهاجرين تبددت على شواطئ ليبيا. أطفال صغار. أفندي الاسم؟ علي بولقرة. يا علي، أنت كيف جاكم البلاغ عليهم؟ المعلومات وصلنا للغرفة. نعم. المعلومات وصلنا للغرفة وتكلف الفصيل بالعمل واتجهنا وتمت العملية بسلام والحمد لله سالمين. الأجرة كلهم 100 ولا ضرب ولا معاملة جيدة، وهم واصلين الميناء التجاري طبرق والحمد لله و100 ووقفوا معنا. بس ان شاء الله بارك الله فيك. اذا قارب الانقاذ رقم 7 هو من قام بجلب هذه الجرافه الى ميناء طبرق التجاري. حضور كبير من قوات المسلحه. كتيبه طارق بن زياد هي من تولت جلب هؤلاء المهاجرين بسلام ومعامله جيده جدا من القوات المسلحه هنا في هذا الميناء. عميد بلدية طبرق الحاج فرج بالخطبية يتابع هنا عن كثب. الحاج فرج يتابع وصول هذه الهجرة. سوف نتحدث مع نتحدث مع عميد البلدية ونتحدث مع عدد من رجال القوات المسلحة. نشوفوا مناظر حقيقة، يعني أطفال صغار ونساء. أيضا المعلومات عندنا هنالك عائلات داخل هذه جرافة متهالكة جدا. شوفوا الصدع داخل الذي ضرب أطناب هذه الجرافة. حاج فرج عميد البلدية، طبعا اليوم نشوف فيك أنت داخل أرصفة. شو رأيك في قصة الهجرة هذه يا حاج؟ بالبداية أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. أما فيما يخص هذه الهجرة وهؤلاء الأشخاص اللي يبلغ عددهم حوالي 500 فرد تم القبض عليهم حسب وفق المعلومات اللي أدوا بها أن الساعة 1 صباحا أو 2 صباحا. القضية ليست في هؤلاء. نعم. القضية في من المهرب اللي جمع العدد وحط وجاب زوارق وشال من هالتنيكة اللي جايبينها معروفين فلان فلان فلان. هذا هم اللي يجب اتخاذ الإجراءات ضدهم. نعم. مش هنا جابوهم يرموهم من اياه وخلاص. وهذا بكره حيبعث واحد اخر ويبعث بس. نعم. العناصر اللي يوجد هذه طالعه من منطقه كمبوت. نعم. نعم. طالعه من منطقه كمبوت. نعم. ومعروف الشخص تو الوقت احد المسؤولين قال لي هذه تبع فلان فلان بالاسم. وقال لي قال لي احنا يرموا علينا حتى من الخارج. نعم. لا حول ولا قوة. المواني هذه والله هي تمشي القوات المسلحه تدمرها بالكل. نعم. ويضع كل جميع القوات المسلحه الحمد لله ما عندها شيء يضع عليها الشواطئ. هذه عدم معالجه غير مجديه. ها؟ كل هذا غلط. رموا عليكم؟ يا سي فرج رموا رموا عليه مات حسب بلاغته رموا عليه. إذا القضيه في المهرب لابد المهربين هذه الشبكه لابد ان تفكك وتتخذ التدبيرات ان شاء الله. اذا الساده متابعي وكاله اخبار 24، انت منين انت؟ سوري؟ شنو اسمك؟ محمد. وين ماشي يا سوري؟ طبرق. لا، كنت وين ماشي انت؟ كنا على اوروبا. ماشي لاوروبا؟ معك اسره ولا بروحك انت؟ لا معنا اسره. معك اسره؟ ليه مانكش خايف من البحر تقول خفيف؟ ما قالوا لنا في موج، ما قالوا لنا في شيء. شنو؟ قالوا لنا 5 ايام الامور تمام. قالوا لكم 5 ايام تكونوا في اوروبا؟ جرافه كبيره. انت سوري حتى انت؟
كم واحد سوري على الجرافة هذه؟ يمكن نطلع شيء 100. 100 سوري على الجرافة. معكم نساء؟ معكم نساء؟ معنا 11 ولية. 11 ولية معكم 11 نساء. نعم 11 ولية زي ما تقول. نعم. إذا نعم. لا 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 ما تخافش، أنت قاعد في يد أمين القوات المسلحة، ما تخافش. وين أمان كأنك عند أهلك، ما تخافوش. ما تنزلوش، بس يقول لكم نزلوا أمان جدا، ما تخافوش. أنتم عند في ليبيا وحيعاملوكم معاملة كويسة، والشعب الليبي راح يستقبلكم استقبال كويس، والقوات المسلحة ورجال الأمن. عميد البلدية الآن هو استقبالكم. نعم. إذا قبل النزول وكالة أخبار ليبيا 24 تتابع هذه الجرافة التي وصلت من قبالة شواطئ كمبوت، كانت في اتجاه. نعم حيجيبوكم كل حاجة، ما تخافش، أنت في أمان قاعدين. قوات مسلحة أنتم في أيدي أمين الشرطة وقوات مسلحة. عميد البلدية. ليبيا بلدكم، ما تخافش. ليبيا بلدنا. ما تخافش، ما تعيطش، أنت ليش تعيط؟ ما تخافش. ليبيا بلدنا. ولا ما تخافوش. ليبيا وليبيا واحد. الله يبارك فيك. ليبيا حتعاملكم معاملة كويسة. أنتم عرضتوا نفسكم للخطر الهجرة، ليش يعني؟ يحيى ليبيا. ما تخافوش. عند أهلكم ومين أنت مصري؟ اسمك إيه؟ اسمي محمد. منين يا محمد أنت؟ من الشرقية. الشرقية. ماشي وين أنت؟ لأوروبا؟ وليه رايح لأوروبا؟ راح أشتغل لقمة العيش. لقمة العيش. لقمة العيش يا سيدي. بعنا البيت بتاعنا. بعت إيه؟ بيتنا. بيتكم؟ بعنا بيتنا والله عشان اسافر. مش عارفين نرجع. بايعين بيوتنا والله عشان نسافر. هيا تو تنزلوا بسلامة الله إن شاء الله. إذا السادة متابعي وكالة أخبار ليبيا 24، نحن هنا في بث مباشر